شفتوا يا جدعان؟ رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. شركه اندرايفر التعبان اللي ملهاش لازمه عاوزه فحص نسيته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ على طول بنتكلم على مشاكل اندرايفر وحوارات اندرايفر والمشاكل اللي بتخلص والمشاكل مع العميل والمشاكل مش عارف في ايه والمشاكل في ايه. هيدخلونا في مشاكل جديده، يعني كل مره نقول الحقير ومش الحقير ونقول ده شركه ملهاش لازمه ومش عارف ايه ونشتم ومش عارف ايه. دلوقتي ماسكين لساننا بالعافيه، فبالله عليكم ما تخلناش لساننا يفك، عشان بصراحه انتوا شركه مالكمش اي تلتين لازمه ومش عارفين نعمل معاكم ايه. يعني احنا معانا مشاكل مع اوبر بسبب نسيته، والناس اللي في نسيته اللي بياخدوا فلوس والحوارات، والناس اللي بتنصب على الناس ويضرب له فحص ويعمل له حوار والكلام ده كله. وفي الاخر شركه اندرايفر شايفه المشاكل اللي حاصله دي كلها وتوقعنا برضك مع نسيته. طب استنضفوا اوبر، احنا عاملين مع نسيته مشاكل السنين، والناس هناك بياخدوا فلوس وشغل رشاوى وحوارات بنت لذينه، ولدرجه الناس صورت هناك كمان. فحاجه بقت قله ادب، والحراميه كتار هناك، وفي كباتن مننا بيسلموا الكباتن لبعض ويسلموا لنسيته وحوارات بنت لذينه. فتيجي اندرايفر برضك تسلمنا لنسيته فيها. يا جدعان هو احنا ما نخلصش من اوبر نلاقي اندرايفر؟ ويا ريت اندرايفر شركه عدله، ده شركه تعبانه ويعني واخده عربيات من 1995. يعني ده هيكشف نسيته ازاي؟ طب والكاوتش، اول حاجه نسيتها بكلمك عليها الكاوتش، وغير كاوتش، والكاوتش قديم والكاوتش جديد وحوارات، وادفع 1000 ونص و2000 جنيه، واللي مش عارف التكييف عنده باظ يقول له لا 2000 ونص، وشغل اشتغالات وحوارات. ويعني اوبر بنت الذين مسلمانا لكلاب السكك. تيجي اندرايفر تقول لك طب اعملوا فحص يعني تبعكم انتوا، خلوا حد من الشركه نشوفه، حتى ما تقلقش مش نعمل معاه حاجه، بس حد يطلع من الشركه، مركز يكون تبع الشركه، اي حوار كده حد ابن ناس. لكن نسيته اللي هي فيها الضرب كله وفيها الحوارات كله، وكل مركز لنسيته مش هنقول اماكن معينه، بس في كل مركز هتلاقي واحد طالع لك كده. وفي مراكز كمان يعني على سبيل المثال كل الناس اللي فيها اول ما تروح يهجموا عليك، يبص لك على العربيه، ايه ده مخدوشه معموله مش عارف الكاوتش مش عارف ايه. ده الدنيا كده هتخرب خالص. ده انتوا كده بتغنوا الناس اللي في نسيته. في ايه يا جدعان؟ حاجه بقت قله ادب. هو عامل حاجه كويسه ان هو بيقول لك الفحص على حسابي ببلاش، وبيحجز لك في المكان اللي انت عاوزه، بس مش للدرجه دي. يعني اتنين كباتن لسه مكلميني، واحد بيقولوا له عشان نشغل لك مريح، والتاني بيقول له اخترناك ان احنا نعمل لك الفحص ببلاش عشان بعد كده هيكون اجباري ومش ببلاش. يعني بيهددوا. في ايه يا جدعان؟ اندرايفر يا ريت يعني ايه تخلي بالها من اللي هي بتعمله، تشوف مركز نظيف، تشوف حد كويس، تعمل فحص تبع الشركه بتاعها لو هي عاوزه فحص من الناس اللي شغاله في فئات معينه او في حاجات معينه. اعملوا مقر يا عم عشان نودي لكم الفحص في المقر، نعرف نتكلم معاكم، نعرف ناخد وندي مع بعض. الحياه خد وهات مش خد بس. فيعني احنا بس بنحاول نوضح لاندرايفر هي داخله على ايه، هي مدخلانا على ايه، هي موديانا فين، عشان احنا يعني ما خلصناش من اوبر ندخل في اندرايفر. فربنا يسترها على الجميع. عن نفسي لو طلبوه مني هقفل الابلكيشن خالص وامسحه من على التليفون، مش طالبه هبل هي، عشان الموضوع بقى صعب جدا. واحد طالبينه منه كان عربيته 2017 والتاني 2019، يعني انا 2020 قربت خلاص، خلاص اطلبوه براحتكم، انا مش هعمله ومش يعني مش اي حد هيكلمني من عندكم هقفل في وشه بصراحه. نسيت ايه وخارت ايه يا عم؟ هي ناقصه فقر؟ ده حاجه بقت قله ادب. قول لي بقى في الكومنتات هم بعتوا لك ولاد الذين دول ولا لا، وعاوزين منك فحص ولا لا، ولو عملت ولو طلبوا منك فحص هتعمله ولا لا. عشان بصراحه اندرايفر دي الواحد جايب الاخر منها، جايب الاخر. اكتر شركتين قرفان منهم اندرايفر وبولت، مش عارف ليه. هو كده غلاسه. ما علينا. اهم حاجه لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله ابعتها لنا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.